جلدة راسك تاكل فيك وتحرق بعد الصبيغة، زعما علاش؟ الأمونياك اللي موجود في أغلب أنواع الصبيغة مش مشكلته في ريحته وكهو، هو ان برودوي أغريسيف يحل لي زيكاي متاع الشعرة ويعمل une micro-inflammation، معناها التهاب في فروة الراس اللي يضعف لي راسين متاع البصيلات ويخلي الشعرة تطيح قبل وقتها. وبرشا نساء ما يفيقوا بالفراغات في شعرهم كان بعد سنين طويلة من الصبيغة المتواصلة. باش تصبغ وتحافظ على بصيلاتك فما 3 قواعد: تختار نوع متاع صبيغة طون سور طون، ولا نوع متاع صبيغة أباز دويل اي سانز امونياك. 2 تعمل التست داليرجي، وهو تحط اون بوتيت كونتيتي ورا وذنك مدة 48 ساعة وتشوف شنو اللي باش يصير. لازمك تعرف اللي الالرجي هي لنمي نميرو 1 للبصيلات متاعك. 3 لو تايمينغ، يلزمك تستنى 6 إلى 8 أسابيع بين الصبغة والصبغة باش ترتح فروة الراس وتعمل كريزات. أهم حاجة إنه نهار الصبيغة تستعمل ان برودوي ابيزون على فروة الراس باش تنقص من لاغريسيون شيميك. الصبيغة سي ان برودوي دو بوتي، اما صحتك اهم. وانتي قداش من مرة تصبغ في العام وحسيتش بوجيعة ولا حكة بعد الصبيغة؟ بارتاجيو لي زيكسبيريونس متاعكم في لي كومنتير.